تعالوا شوفوا يا حبايبي، زوجي جاب لي ايه مش عارفة هعمله ازاي، وهعمله بالطريقة انهي طريقة. تمام. قبل ما ابدا الفيديو قول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد. شايفين جوزي بقى فاجأني بايه؟ جاب لي كرنب عامل ازاي، صغير ازاي، مش عارفه بقى اعمله محشي ازاي. بس حاولت اعمل منه محشي، بس ما شاء الله كان طعم جدا جدا. جاب 4 وحدات كده. قلت انا هعمله ازاي، ده صغير قوي. قال اعملي. قلت تمام ماشي هعمله. سلقته كده زي ما انتم شايفين في حله. تمام. وطلعته كده ورقه بورقه. هنطلع منه احلى محشي، حاجه كده روعه روعه. تعالوا بقى اما نعمل مع بعض الصلصه. معايا كده حله على النار، معايا كده سمنه. السمنه ديت جايبين دهن ومسيحاه وعاملاه كده سمنه. تمام. وحطيت كده شويه كده من الزيت، ومعايا كده بصل. لازم تفرم نص كيلو من البصل على قد الكميه اللي انت حابه تعملي المحشي فيها اعملي. تمام. فرمت كده بصل، وهضيف عليه معلقه صغيره كده من التوم ده انا فرزاه ومنزله لكم الطريقه. تمام. لو حابين تشوفوا الطريقه شوفوها على قناتي. تمام. وبعد كده عندي شويه كده من الفلفل، كنت برضو فرزاه في الفريزر. كل حاجه لما بتكون في الفريزر بتنفع عندك في كل حاجه. تمام. معايا ايه بعد لما البصل اتحمر كده شويه، اروح اتفرمه نص كيلو من الطماطم كده. تمام. لازم يكون طماطم كتير. بعد كده نحط التوابل، فلفل اسود، شويه كده من الكمون، شويه كده من الكزبره، شويه كده من البابريكا، شويه كده من الملح. تمام. ادي كده التوابل. حابه تضيفي توابل تانية ضيفي اللي انت حباه. كده خلاص الصلصه كده بقت جاهزه كده معانا. احلى صلصه محشي ممكن تعملها هي الصلصه ديت. تمام. ومعايا كده ايه كده جهزت الخلطه اهي زي ما انتم شايفين، والشبت والبقدونس، وادي كده الكرنب عملته وظبطته، وادي كده الحله زي ما انتم شايفين كده. هحشي بقى الدوكه ديت وهرجع لكم تاني. كده خلاص حشيت وبقت زي الفل اهي. معايا كده باقي صلصه، نسيبت شويه كده من الصلصه في جانب، حطيتها كده على الوش، بتدي طعم جدا جميل جدا للمحشي، محشي الكرنب. تمام. بعد كده انا عملت فراخ، عملت فرخه بس مش صورتها كده معاكم. تمام. صورتها بعد لما استوت. تمام. اهو كده هطلع كده الفرخه بعد لما استوت اهو زي ما انتم شايفين. انا هحمر منها نص، يعني نص فرخه كده. تمام. هحمر منها ورك وصدر، والباقي هخليه لمره تاني، يعني مره تاني يعني. تمام. بعد كده هضيف كده الشوربه بتاعت الفراخ اهوت على المحشي. بيبقى محشي جميل جدا جدا بالشوربه. اي شوربه تحطها على المحشي يعني عامه. لو وصلت لغايه هنا حطي لي لايك واشتركي في القناه لو انت اول مره تشوف قناتي، وفعلوا الجرس وكومنت حلو. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. ادي كده المحشي بيغلى اهو بقى زي الفل. تعالوا بقى كده هنغرف كده المحشي بعد لما استوى. شايفين طالع معانا محشي حلو جدا بالكرنبايه الصغيره دي. جميل جدا ما شاء الله. بعد كده حمرت نص فرخه اهو هضيفها كده عليه زي ما انتم شايفين. ويا رب الفيديو يعجبكم وتقولوا ايه رايكم فيه، واستنوا الفيديو الجاي. يلا باي، مع السلامه.